عمرك فكرت لو تقدر تعرف لو البنت فعلا مهتمة بيك أو منجذبة ليك كرغبة جنسية؟ وهل في إشارات تقولك إذا كانت فعلا تشتهيك ولا وهل في إشارات تقولك إذا كانت فعلا تشتهي ده ولا بس بتتواجد من باب المجاملة والمصلحة وكده؟ ازيكم يا شباب، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لكل واحد فينا، وهو ازاي تعرف إذا كانت المرأة تشتهيك جنسيا. الكلام ده مش مجرد افكار من الخيال او الكلام في افلام وكده، ده عن اشارات واقعية بتحصل في حياتنا اليومية، وتقدر من خلالها تلاحظ لو البنت عندها رغبة جنسية حقيقية تجاهك. مش بس فهم الجذب العاطفي، لكن كمان فهم نفسية المرأة بوجه عام، عشان تكون قادر تحدد اذا كان فيه اهتمام حقيقي ولا كانت مجرد مجاملة. لو عايز تعرف بقى وتبقى واعي اكتر، خليك معانا لاخر الفيديو، هقولك على حاجات هتغير نظرتك تماما، او ممكن تكون انت اصلا عارفها وانا بفكرك بيها. يلا بينا. الفيديو هيتقسم لأربع فصول بس عشان تفهمني كويس، وهحط أمثلة كمان. الفصل الأول: الإشارات الواضحة عن الرغبة الجنسية الحقيقية. واحد: النظرات العميقة والمركزة. لما تلاحظ إن البنت بتبصلك بشكل يعني مش طبيعي كده، مش بس نظرة سريعة لكن نظرة ثابتة وبعين القطة دي، عارفها المدورة المسالمة دي، ويمكن تلاقيها إنها بتمشي معاك كل حتة، يعني أنت مطرح ما تروح هي ماشية معاك. بتلاحظ إنها مش بس بتبص في عينك، لكن بتبص على شفايفك او مثلا اي جزء تاني من جسمك بطريقة مركزة برضو كده، بطريقة بطيئة او ممكن تكون بسرعة على حسب البنت. طب ده بيحصل ليه؟ النساء بطبيعتهم بيحبوا يكونوا في حالة استكشاف، بيحبوا يدوروا كده، يشوفوا، يقولوا انت اخرك ايه، زي ما انا قلت في فيديو قبل كده. ولما يجذبهم شخص معين، العيون من اهم الطرق اللي بتفتحهم. ليه؟ عشان مشاعرهم مش بيعرفوا يسيطروا عليها اصلا، دايما الفطرة بتغلب، وهم اساسا كائنات عاطفية كده. وعيونها مش بس بتبص عليك، لكن بتفضل مركزة معاك، وده مؤشر عن وجود رغبة حقيقية أو مثلا إعجاب. ممكن تكون مثلا في مكان عام زي كافيه أو مطعم، وتلاقي واحدة قاعدة مع أصحابها، كل ما تبص تلاحظ إنها بتبصلك وبتركيز. أول ما تبصلها تلاقي عينها بتبعد بسرعة، لكن بعد شوية تلاقيها تاني رجعت بصيت لك. ده مش صدفة أكيد، يعني مش هيبص واحدة ما تبص لك في مرتين صدفة بعد ما أنت شفتها. ده دليل على اهتمام كبير جدا أو إعجاب، ده لو أنت مش عارفها يعني، وبيكون دايما مصحوب بالرغبة. وصدقني البنت ممكن اصلا البنت اول ما تشوفك وانت عاجبها مثلا تعوز تعمل يعني معاك علاقة، من الاخر اقول لك تعوز تعمل معاك علاقة، حتى لو انت لسه عارفين بعض وشايفين بعض. هي طالما انت عجبتها ودخلت دماغها، هم اساسا بوابة الجنس يعني. الكلام جاب كل صاحب الفيديو ده للرجال فقط. هي لو عايزة كده صدقني هتفضل تيجي وراك لغاية ما تاخد اللي عايزاه. اتنين: لما تقرب منك جسديا كل شوية. إشارات الرغبة مش دايما بتكون بالكلام، لكن أحيانا بتظهر في تصرفات جسدية، زي إنها تقرب منك أو محاولة إنها تقرب منك بشكل مستمر. يمكن تلاحظ إنها بتختار حتى تقعد جنبك رغم وجود أماكن تانية فاضية. بمعنى لما البنت لما البنت تقرب منك بجسمها بطريقة دي طريقة بيستخدموها عشان يعبروا عن اهتمامهم، زي القطط برضه تيجي تتحكي فيك كده، فاهم انت؟ لو كانت دايما بتدور على فرصة عشان تكون جنبك، او لو كانت بتتحرك وتتلزق فيك بطريقة مش طبيعية، ده معناه انها بتحاول تقوي الرابط بينكم. مثال: لنفترض انك في حفلة او في الشارع مثلا، كل مرة تلاقي واحدة بتختار تقعد جنبك وموجودة اماكن فاضية. ده مش مجرد صدفة او اختيار عادي، ده نوع من الجذب اللاواعي كده. حتى لو هي بتعمل كده من غير قصد، جوه عقلها بيكون قاصد انه يقعد جنبك. شاف بقى حاجة في فطرتها، يعني مثلا لو كان في أماكن فاضية، ليه تيجي بنت عاقلة جنب ولد، فاهم؟ ده حاجة بتحصل في اللاوعي. لكن لو هي مش قصده ده، لو انت بعدت عنها احتمال متجيش وراك، لكن لو هي قصده ده، بكامل عقلها بقى، باللاوعي بالوعي ببغى النوج بقى والدنيا دي، وحاولت تبعد عنها، تلاقيها تقرب منك تاني، ماشي بشكل مش طبيعي، يعني تحس هي لازقة كده. ده من أكبر العلامات اللي هي موجود في وجود رغبة، لما البنت تعلق على شكلك أو لبسك. الست اللي عندها رغبة تبدأ تلاحظ وتعلق على تفاصيل شكلك أو لبسك بشكل مميز. مفيش ست هتعلق على لبسك أو شكلك بطريقة رخمة كتير إلا لو كانت مهتمة بيك. يعني في العادة الناس بتعلق على حاجات بتحبها وتجذبها، فإذا كانت تعليقات على شكل جسمك أو مظهرك بتركيز، ده بيكون تعبير عن إعجابها الكبير فيك.
ممكن تكون مع ناس وفجأة تلاقي واحدة بتقولك البدلة دي مدياك شكل تاني، يعني بتعكس شخصيتك بطريقة قوية. الملاحظة دي مش بتكون مجرد مجاملة، ده في الغالب تعبير عن مفيش واحدة طبيعية تيجي تقولك مدياك شكل تاني، او الشكل دي مخليها البدلة دي مخليك شكلك جامد. مش اختك هي على فكرة عشان تبقى عارف. ده في الغالب تعبير عن اعجاب اكتر من انه كلام عادي، يعني مش بس شايفة شكلك لكن شايفة الثقة والرجولة اللي بتكون ظاهرة منك لما تفضل تحرك جسمها بتوتر كده. البنت لو كانت مهتمة بيك جسديا لاحظ انها احيانا بتعمل حركات غير ارادية كده، زي لمس شعرها او شفايفها، او حتى تلاقيها بتحرك ايديها بطريقة تدل على انها متوترة كده. معناته ايه الكلام ده؟ الحركات دي بيكون الهدف منها هو جذب انتباهك اكيد ليها او تحفيزك على الاهتمام بيها. هي بتكون اشارات من غير كلام، وبتحصل بشكل تلقائي كده عفوي بسبب زيادة مشاعر الجذب. انت في ميتنج مثلا او اجتماع، وفجأة تلاقي واحدة تبدأ تلعب في شعرها او تلامس شفايفها بشكل مستمر، هتقول لي يا عم عادي واحدة تلعب في شعرها وشفايفها. الحركات دي مش بتكون عشوائية، ده غالبا دليل على توتر داخلي نتيجة لجذبك ليها او محاولة غير ارادية منها للتعبير عن اهتمام بيك. اكيد مش تعمل الحاجات دي وتبص مثلا على الكوتش بتاعك او المدير بتاعكم، اكيد هتكون بتبص لك انت. الفصل التاني، تحليل الاشارات من وجهة نظر لريد بيل. التقيل بقى، دخلنا على التقيل. واحد، الراجل عالي القيمة هو اللي بيجذب الرغبة الحارقة. البنت بتنجذب بشكل طبيعي للراجل اللي عنده حياة مستقلة وعنده أهداف وطموحات واضحة. الراجل الواضح الواثق في نفسه، أو مش الواضح، الراجل اللي واثق في نفسه اللي عايش حياته بشروط بيكون هو الأكثر جذبا. ليه قلت لك يعني مش واضح؟ عشان أصل البنت بتحب الغموض، بتحب كده زي ما قلت في فيديوهات قبل كده، بتحب انت صندوق مقفول وتبقى تفتش في الصندوق ده تشوف انت ايه واخرك ايه. يعني الست بتشوف الراجل اللي عنده نجاح وطموح نوع من الأمان والجاذبية. لو كانت شايفة فيك شخص ناجح بيحقق أهدافه، ده بيزيد من رغبتها فيك. الهايبرجامي، رجع الفيديو ده، مش عارف دي محتاجة مثال ولا لأ بس هقول. يعني نفترض انك في مكان عمل او اجتماع، تبدأ تلاحظ ان في بعض البنات بيلاحظوا نجاحك كده وطموحك اليوم اصلا انت ولا مثلا دحيح الدفعة، هتلاقي في بنات بقى تلزق فيه وكده، بس اكيد ده عشان مصلحة. تمام، وهقول لك دلوقتي يعني ازاي تكتشف الاشارات الحقيقية من كده. فبيشوف فيك شخص ناجح بيحقق اهداف وده بيزيد من رغبتهم فيك. زي ما قلنا في بعض البنات بيلاحظوا نجاحك وطموحك. لو كنت شخصية قيادية تحقق اهدافك في شغلك او في حياتك عموما، هتلاقي ان معظم النساء هيتوجهوا ليك بمزيد من الاهتمام بشكل غير ارادي اصلا كده، غريزة فيهم، فطرة فيهم، سيكولوجيتهم كده، لانه ببساطة بيشعرك جاذبيتك. وشوف فيديو الارتباط الفوري هيفيدك جدا. المبالاة تزيد الرغبة. معناته ايه الكلام ده؟ معناته ان المبالاة هنا مش معناها تجاهل، لكن يعني انك تبين انك مش مستعجل او مش بحاجة لاهتمام منها، او التأكيد انك تبقى الراجل الواو. المبالاة دي بتخلق نوع من الجذب والفضول عند البنات، صندوق مقفول بتحاول تستكشفك. يعني لما تبين انك مش بحاجة لاهتمامها، ده بيخليها تشعر برغبة اكبر في الحصول على اهتمامك انت. كل ما الست حست انك مش محتاج لها بشكل مفرط، ده بيزيد رغبتها في انها تكون معاك. هتقول انت ايه اللي مش انت مين انت عشان يعني انا بنت فاهم انت انا بنت ازاي مش عايزني او مش عايز اهتمامي؟ طب اديك مثال حلو قوي. ممكن تكون في حفلة وفي شخص كده انت مش مهتم له قوي، رغم انه بيحاول يجذب انتباهك، لكن بعد شوية تلاقي ان الشخص ده بيقرب منك اكتر، بيبدأ يظهر اهتمامه بوضوح. النوع ده بقى من الجذب بيحصل نتيجة اللامبالاة. زي انت مثلا تيجي تكرف لحد تلاقيه هو ايه لازق لك بقى، هو ان دي بقى بتكون نتيجة اللامبالاة اللي انت بتبنيها. نخش على الفصل الثالث والاخير، في غلطات بيتم تفسيرها بشكل خاطئ. واحد، مش كل اهتمام يعني رغبة جنسية. ممكن تكون البنت بتظهر اهتمام لسبب تاني، زي ما احنا قلنا، زي انها معجبة مثلا بشخصيتك، وانت بقى بالجيم اللي انا بعلمه لك هنا ازاي تخلي دوت بقى ايه تحول بقى لرغبة بقى. او ممكن تكون عايز تتعلم منك حاجة او عايزة مصلحة منك كده. يعني مش كل اشارة معناها رغبة، احيانا بتكون من نتيجة مجرد مجاملة مثلا، او رغبة في التواصل او التعاون. لازم تفرق بين الاشارات دي. وهقول لك مثال، ممكن تكون بتتكلم مع واحدة تلاحظ انها دايما بتسألك عن شغلك
أو طريقة تفكيرك في حاجات معينة، وده مش بالضرورة يكون دليل على رغبتها الجنسية. أحيانا ممكن تكون مهتمة بشخصيتك فقط، أو عندها فضول وما تجاوبش على طول برضه. خلي الموضوع مسلي كده، زي إنك بترسمي عليا بقى وكده يعني. إنك تسرع وتبين مشاعرك أو تبقى إنك تتسرع وتبين مشاعر أو اهتمام بقى ممكن تتسرع بقى في يوم يومين، ده بسبب إزعاج. لسه الشخص اللي قدامك معرفكش، بين اللي انت مدلوق فشخ، وده اصلا بيقلل من قيمتك. راجع فيديو 5 اخطاء انت بتعملها مع البنات هتفهمني اكتر في اللي انا بقوله ده. التسرع في اي نوع من التواصل سواء كان جسدي او عاطفي غالبا بيخلي الشخص التاني يبعد. انت لو بدأت تتصرف بشكل سريع وبتدي مشاعرك بسرعة، ده بيخلي الشخص اللي قدامك بيشعر بضغط او توتر، وبظهارك قليل القيمة، وباين ان انت مدلوق ولازقة ومعندكش حياة، وهي احسن حاجة حصلت في حياتك سواء ذكر او ست او نتاية، سواء ذكر او نتاية، ويخليه يبعد بدل ما يقرب. انا مش بعلمك ازاي تزني، لكن لو مع مراتك مثلا وخطيبتك تعرف انها منجذبة ليه، يبقى كده بتحبك، وهي تتجوز بسرعة. بلاش تزني، انت مش قد اصلا عذاب نص الامة يا معلم. نسيت اقول حاجة يا جدعان، كمان لو هي بتسمع كلامك 24 ساعة، اي حاجة انت تقولها امرك يا باشا، من عينيا، حاضر. ولو بتجيب هدايا بقى، هدايا هدايا هدايا، ده بيعكس رغبتها بجد. ووصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا من النشاطات اللي اتكلمنا عنها النهاردة. فهم النشاطات بشكل صح ومفتاح لمعرفة العلاقات بشكل أعمق. وكمان لو الفيديو ده فادك، يبقى أكيد الفيديوهات التانية هتفيدك. متنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس، ولو شايف أي حد ممكن يفيده بالفيديو دوت، ما يكونش مثلا عيل سرساجي بقى كده، فاهمني؟ هو مش حامل حساب نص الأمة ولا أنت أصلا. وياريت تكتب لي رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.